المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها: وزارة الإعلام تنظم دورة تأهيلية حول مهارات التصوير الصحفي. دعوة للدفع بالتوعية الجارية من قطع الأشجار. الإريتريون في المملكة العربية السعودية يبحثون برامج التصدي. أكثر من 2700 قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى في زلزال مدمر يضرب سوريا وتركيا. 12 قتيلا على الأقل في هجوم على بلدة شمال بوركينا فاسو. 10 قتلى في انهيارات ثلجية بالنمسا وسويسرا. أهلا بكم مشاهدينا. نظمت وزارة الإعلام دورة تأهيلية في العاصمة أسمرة تركزت حول أساليب التصوير الصحفي وما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، قدمت نظريا وتطبيقيا. وشارك في الدورة 51 دارسا من أعضاء الوزارة القدامى والجدد يعملون في مختلف الأقسام، و2 من وزارة الزراعة. وتركزت الدورة التي امتدت لفترة أسبوعين على أساليب التقاط الصور وخلفيات وتطور التصوير الصحفي وتنسيق الضوء واللون وتوظيف الصور وأنواع ملفات الكاميرا وأعمال تقنية الصور وكذلك تقنية الكاميرات. وقال مدير فرع القدرات البشرية بوزارة الإعلام سيد عبد الله دامر في مراسم التخريج التي جرت في قاعة هجر ميديا في 6 من فبراير أن المعرفة المكتسبة في الفترة من 24 من يناير المنصرم وحتى 4 من فبراير الجاري هي مواصلة البرامج المنتظمة عبر مراحل والجهود المبذولة لتطوير قدرات الأعضاء. وأعرب ممثل الخريجين عن امتنانه للجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير قدرات أعضائها، وأن المعرفة المكتسبة تساعد في حل إشكالية التصوير وسيعملون مانحين ذلك اهتماما أكبر. وقد حاضر في الدورة أعضاء وزارة الإعلام القدامى وخبير التصوير القادم من الولايات المتحدة الأمريكية السيد يارد طقعي. قدمت دعوة في الاجتماع المنعقد في مدينة قندع في 1 من فبراير للحد من اقتلاع الأشجار في المحميات الوطنية والدفع بالتوعية الموجهة إلى المجتمع، وشارك فيه مسؤولو مكتب ورقابة الأشجار في المديريات. وقال ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم النقيب هاية تخليه أن الأنشطة الجارية لتنمية الثروة الغابية والحياة البرية لا يمكن أن تنجح دون مشاركة المجتمع الفعالة، مناشدا بتعزيز متابعة المدراء في هذا الشأن. وأوضح قرص أكثر من 90,000 شتلة من مشاتل قندع ونقفة ووضع برنامج يسهم في فعالية الحراسة. وقال المدير التنفيذي لسلطة الغابات والحياة البرية العقيد كنفي هبتو أن القوانين المعدة عن طريق السلطة للحد من اقتلاع الأشجار يجب تنفيذها للحد من الأنشطة المدمرة للغابات والحياة البرية، داعيا لبذل مساعي حثيثة بهدف تعزيز الجهود الجارية لتنمية المحميات حتى يتم تركيب الطاقة البديلة. وذكر المديرية السيد عمر يحيى أهمية ودور المحميات في حماية التنوع الأحيائي، مؤكدا بأن إدارته تعمل مانحة ذلك الأولوية. وطالب المشاركون بدورهم للقيام بمتابعة جادة للحرائق في المحميات والتعرية والتعديل التغريدي وتعزيز مشاركة المجتمع في رقابة أعمال اقتلاع الأشجار وامتناع أصحاب المواشي من الدخول إلى المحميات أو منعهم. وتوجد في إقليم شمال البحر الأحمر 700,000 هكتار من المحميات الوطنية، منها 6,000 هكتار توجد في مديرية قندع. بحث الإريتريون في الدمام والخبر في المملكة العربية السعودية برامج التصدي، مؤكدين جاهزيتهم لتقديم كل ما يطلب منهم، وذلك في اللقاء الذي عقدته معهم القائم بأعمال السفارة الإريترية في المملكة العربية السعودية في 3 من فبراير. وأوضحت فيه بأن الشعب الإريتري بلغ هذه المرحلة المبشرة بفضل صموده وحكومته الرشيدة وبصالة قوات دفاعه. وقدمت توضيحا مفصلا حول البرامج المنفذة خلال ال3 سنوات الماضية بالنظر إلى التحديات. وعبر المشاركون في السمينارات جاهزيتهم لتعزيز مساهماتهم في كافة البرامج الوطنية عبر تمتين تأطيرهم.
دعت مسؤولة رقابة شركة أسمار الألبان في قسم القوانين والرقابة بوزارة الزراعة السيدة ناصنة كداني دعت منتجي الألبان من المزارعين لتقديم منتجاتهم إلى شركة أسمار الألبان من أجل تأمين صحة المواطنين. وأوضحت السيدة ناصنة أن الأعمال الرقابية التي أجرتها الوحدة خلال عام 2022 ساهمت في توزيع حوالي 3 ملايين لتر من الحليب إلى المواطنين وإتلاف أكثر من 52 لتر أي نسبة 2% نتيجة عدم استيفائها لمتطلبات الشركة. وأشارت إلى أن منتجي الألبان من المزارعين يقدمون يوميا أكثر من 10,000 لتر في أيام الصيام، إلا أن العدد ينخفض إلى 7,000 لتر في الأيام الأخرى نتيجة توزيع الألبان إلى المواطنين بأنفسهم، داعية إياهم للحد من التوزيع المباشر لما تسببه من أضرار صحية للمواطنين. وقال مسؤول وحدة رقابة الإنتاج الحيواني في فرع الرقابة الإقليمية في الإقليم الأوسط السيد سنخر مملس أن الرقابة التي نظمت عام 2022 على 12 مؤسسة تنتج الألبان ومشتقاتها مكنت من تقديم مذكرة تحذير ل4 منها وتوقيف مؤسستين نتيجة تكرار القصور والنواقص. ونشد كل من صاحب مقهى ميكي السيد ميكيل أبراهام والمدير التنفيذي لكافتريا ملكيات السيد عقبازقي أمينه نشد أصحاب المقاهي لشراء الألبان من شركة أسمرة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين. مشاهدينا نشرتنا تتواصل من الفضائية الإرثية ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. ضرب زلزال بقوة 7.8 درجات جنوب تركيا وسوريا المجاورة مسفرا عن مقتل أكثر من 2700 شخص على الأقل في البلدين وعشرة الآلاف من الجرحى وانهيار 3471 مبنى في تركيا استنادا إلى حصيلة غير نهائية. وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي في مؤتمر صحفي أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 1651 إضافة إلى حوالي 10,000 جريح وأن هذه الأعداد في ازدياد مستمر. وتعد هذه الهزة الأكبر في تركيا منذ نحو قرن من الزمان. أفادت مصادر محلية وأمنية بمقتل 12 مدنيا على الأقل في هجوم شنه إرهابيون في بلدة في شمال بوركينا فاسو. ونقلت فرانس بريس عن أحد السكان قوله هاجم رجال مسلحون باني وهي بلدة تقع على بعد حوالي 40 كيلومترا من دوري في منطقة الساحل، فيما أشار شاهد آخر إلى سقوط 13 قتيلا لافتا إلى أن رجالا على دراجات نارية هاجموا البلدة وضربوا عدة أهداف. وأكد مصدر أمني لفرانس بريس الهجوم لافتا إلى حصيلة كبيرة من دون أن يحدد عدد الضحايا، مشيرا إلى أن هناك أشخاصا في عداد المفقودين لكننا نواصل البحث. ويوم الاثنين الماضي قتل 10 من عناصر الشرطة و2 من متطوعين متمركزين في بلدة فالاغونتو في منطقة الساحل في هجوم إرهابي وفقا للجيش. لقي 10 أشخاص مصرعهم في عدة انهيارات ثلجية في جبال الألب النمساوية والسويسرية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكان سائحون من نيوزيلندا والصين وألمانيا من بين القتلى في عدد من منتجعات التزلج المختلفة. وكانت السلطات النمساوية قد أعلنت إنذارا من المستوى الرابع للانهيار الجليدي بعد تساقط الثلوج والرياح الشديدة في المنطقة. وعلى الرغم من التحذيرات تمتلئ من منتجعات التزلج على الجليد في قرب النمسا بسبب العطلات المدرسية في فيينا. وأعلنت الشرطة النمساوية مقتل 5 أشخاص بينهم رجل يبلغ من العمر 59 عاما كان يستخدم كاسحة ثلج في منطقة تيرول الغربية. لقي نحو 23 شخصا على الأقل مصرعهم في أكثر من 250 حريقابات في وسط تشيلي، حيث تستعر موجة حر شديدة حسب ما أفادت السلطات. وعلى إثر ذلك أعلن رئيس تشيلي غابرييل بوريك حالة الكارثة في منطقة لا أوركانيا بعد اتخاذ إجراء مماثل في منطقتي نوبلي وبيو. وذكر مكتب المدعي العام في البلاد أنه تم اعتقال شخصين مرتبطين بالحرائق. وأشارت السلطات إلى أن أكثر من 200
دمرت حتى الآن أكثر من 40 ألف هكتار، كما دمرت 97 منزلا بشكل كامل. وذكر الجهاز الوطني للوقاية والاستجابة للكوارث أن بين 251 حريقا نشطا تخارج 80 عن السيطرة، ويتيح إعلان حالة الكارثة توفير موارد إضافية لمكافحة الأوضاع الطارئة. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. وزارة الإعلام تنظم دورة تأهيلية حول مهارات التصوير الصوتي والتكنولوجيا. دعوة للدفع بالتوعية الجارية للحد من القطع الجائر للأشجار. الإرثيون في المملكة العربية السعودية يبحثون برامج التصدي. أكثر من 2700 قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى في زلزال مدمر يضرب سوريا وتركيا. 12 قتيل على الأقل في هجوم على بلدة شمال بوركينا فاسو. انهيارات ثلجية في النمسا وسويسرا. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم.